اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد وهو ازاي تدخل الاي اي في البرودكت ديزاين. النهارده احنا هنستخدم فوكس بما انه هو اسهل اداه ممكن تستخدمها لو انت عايز تبدا في حوار الاي اي، وهنستخدم حاجه اسمها الانبنتنج والماسكينج وكل الحاجات دي احنا كنا قلناها قبل كده، بس دلوقتي في اخر ابديت لفوكس الموضوع بقى مختلف تماما. فيلا بينا ما نعطلش الوقت ونشوف هنقدر نعمل ايه. طيب رجعنا تاني يا شباب. دلوقتي احنا هنتكلم عن فوكس. فوكس دوت واحد من اسهل البرامج اللي انت ممكن تستخدم فيها الاي اي. يعني بص، حاجه سهله جدا جدا جدا. تنزله ازاي؟ بتدوس على اللينك اللي في الديسكريبشن، بيفتح لك الويب سايت هنا، تيجي عند كلمه داونلود تدوس داونلود بس. انت كده بقى عندك فوكس. تقوم جاي اول لما تعمل داونلود فك الملف وتدوس على كلمه رامبات. اول لما تدوس عليها لا هتنزل موديل ولا هتعمل اي حاجه في اي حاجه، هو هينزل لك كل حاجه ويبقى عندك كده الاي اي شغال تمام، ما فيهوش مشكله. اول لما بيخلص تحميل وبيخلص داونلود وبيخلص حاجه هيفتح لك الصفحه دي كده. الصفحه دي ما بتبقاش فيها اي حاجه. بعد كده بتقوم انت جاي كاتب اللي انت عايزه وتقوم جاي دايس جنريت. لو انت مثلا، انا ما جربتش والله، تعالى نجرب سوا مع بعضينا. لو انت كتبت بالعربي تعالى نكتب قطه، ندوس جنريت. جميل، زي ما قلنا قبل كده الاي اي لسه ما بينفعش يستخدم العربي، فتعالى نكتب كات، دوس جنريت. زي ما انت شايف الموضوع ما خدش ثانيه لثانيه، مديك صوره بجوده كويسه عن كلمه كات بس، ومديك الستايل وكل حاجه. الادوات دي كلها هتلاقي الفيديو موجود في الديسكريبشن شارح فوكس بكل تفاصيله. بس مش ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده الجزء بتاع الخاص بالانبنت ايمج اللي موجود هنا جوه فوكس، والجزء الخاص بالبرودكت ديزاين. طيب نقدر نعمل ايه في البرودكت ديزاين؟ بص يا سيدي، لو انا دلوقتي جالي عميل والعميل دوت قام جاي قايل لي انا معايا صوره لكنزايه مثلا، فاحنا بندخل هنا الاول ايه في انبنت اور اوت بنت اللي هي الجزء ده كده، واقوم جاي حاطط ايه، واقوم جاي ايه مختار صوره اللي العميل اداها لي. مثلا تعالى هنقول انا قوم جاي حاطط صوره مثلا من اللي عندي هنا اهو. العميل اداني الصوره دي مثلا. بعد ما العميل اداني الصوره ديت، طيب انا معايا الصوره دي. لو انا جيت دلوقتي في الانبنت وجيت قمت جاي عامل هنا في 3 طرق برضو عشان انت تبقى عارف، احنا مش هنفتح الاوبشن ده دلوقتي. لو انا جيت عند انبنت اور اوت بنت هنا في الديفولت ودوست على موديفاي كونتنت، الكلمه اللي موجوده في الجزء اللي في النص دوت، وقمت جاي كاتب هنا سنو مثلا باك جراوند. فبعد ما انا قمت جاي مظبط الحاجات دي كده وكدوست كلمه جنريت، ده اللي هيطلع معانا. فهمت الفكره؟ بيطلع معانا حاجه ملهاش علاقه خالص باللي احنا بنعمله. طب ايه الخطوه بقى الاساسيه اللي هنبدا نستخدمها؟ بص يا سيدي، هتفتح حاجه اسمها enable advanced masking features ديت، الاوبشن ده. بعد ما تفتح الاوبشن دوت هيقوم جاي هو مديك مكان فاضي هنا تقدر تحط فيه ماسك. بس الابديت الجديد لفوكس عمل حاجه جميله جدا، عمل حاجه اسمها ماسك جنريشن موديل. دي شويه مودلز هو بيديها لك تقدر تعمل بيها ماسك لكل حاجه. تقدر تعمل ماسك للبني ادمين، ماسك لللبس، ماسك للجنرال. ده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. اول لما بتدوس عليه وبتدوس جنريت ماسك فروم ايمج، هو بيقوم جاي شايف ايه السبجكت الاساسي ويقوم جاي عامل له ماسك اوتوماتيك من غير اي حاجه ومن غير ما تتعب في اي حاجه. دلوقتي لو انا دوست على كلمه جنريت فوق هنا، زي ما انت شايف بدأ يعمل انبنت للحاجات اللي هو عمل عليها ماسك. طيب احنا مش عايزين ده طبعا اللي يحصل، احنا عايزين العكس. طيب عشان احنا عايزين العكس، كل اللي انت الاوبشن اللي انت هتعمله هتدوس انفيرت ماسك وين جنريتنج دي، وبعد كده تدوس جنريت ماسك تاني، هيطلع لك نفس الصوره. بس بص كده لما ندوس جنريت، زي ما انت شايف خدك البرودكت بتاعك وقام جاي حاططه لك في وسط المشهد الجليدي دوت. ما خدش انت الحوار منك ثانيه الا ثانيه. ايه اللي هو عمله بقى دوت وزود الحاجات دي كلها؟ طيب بص يا سيدي، علشان انت تتفادى حاجه زي ديت، انا كتبت سنو باك جراوند بس ما كتبتش حاجه. لكن لو انا سهلت على نفسي مثلا وكتبت ريد سودا كان، حلو، يبقى انا كده سهلت الدنيا وعرفته ان انا مش عايز اخرج عن حدود الصودا كان اللي موجوده ديت. فبالتالي هو ما يجودش ويعمل اي ديزاينات فوق الحاجه، لان هو دايما هيبقى ماشي بمبدا ان انا بشوف ايه انسب حاجه للصوره وابدا اشتغل عليها. دلوقتي عشان احنا ربطناه بصودا كان، شفت شويه الحاجات اللي جت وهو بيرندر الصوره ديت وقام جاي شايلها ومرجع تاني، علشان هو عارف ان احنا شغالين فقط على الصودا كان. زي ما انت شايف حتى لو بصيت هنا تحت هتلاقي ان التلج بيرياكت. بص في شادو بيرياكت هنا، التلج بيرياكت هنا. فاهم قصدي؟ علشان تاخد الحته الصغيره بتاعت ان الحاجه تدخل ديت، تعال اقول لك على تريكايه صغيره هتساعدك في الحوار ده جدا. لو انت دوست على كلمه ادفانس هنا، تمام، ودخلت على كلمه ادفانس اللي موجوده هنا واخترنا ديفلوبر ديباج مود،
الحاجه دي ما حدش بيفتحها، بس انا لقيتها يعني حاجه بص جميله جدا. وقمنا جايين نازلين تحت شويه هنا، هنلاقي الجزء الخاص بالانبنت اهي. الجزء الخاص بالانبنت لو احنا نزلنا هنا عند الماسك ايرود وديليت، لو احنا جيت مثلا انا قمت جاي مخلي ده ماينس 10، تعالى خليها ايه ماينس اكتر عشان يبقى انت شايف ايه اللي بيحصل. لو انا خليتها ماينس 40 بمعنى اصح بيخلي، شايف الماسك الاسود ده بيدخل جوه الماسك الابيض، يعني يفضل يسحب يسحب يسحب، فتلاقيه بيقدر يعني الماسك بيبقى على الجزء ده والجزء ده يقدر الاي اي كنترول. تعال نشوف لايف عشان ما اقعدش انا اشرح كتير. زي ما انت شايف هنا في الصوره دي، هو شاف انك انت اديته حريه اكتر انه يدخل، فبالتالي دخل التلج على الازازه، دخل الاسود من هنا، دخل غطا الكان من فوق. فبرضه ايه احنا مش عايزين نافور. انا بشوف ان الرقم المميز جدا اللي هو ما يطلعش منه الحوار ده ماينس 5 ده افضل حاجه. طبعا لو انت زودت هيخلي فيه سيف زون حوالين الازازه او مكان ابيض حوالين الازازه ما يقدرش يجنريت. برضه تعالى اوريها لك علشان انت ما تضيعش وقت في انك تجرب. وندوس جنريت. زي ما انت شايف هتلاقي دايما في فريم حامي الحاجه بتاعتك، بس طبعا احنا ما بنبعوز كده. في صور معينه بتبقى عايزه حاجه زي كده، ولكن في صورتنا الحاليه افضل حاجه هنستخدمها هي ماينس 5. تعالى بعد ما نكتب ماينس 5 هنا كده نشوف هنظبط اي حاجه من الحاجات دي. مش هنظبط اي حاجه، وندوس كلمه جنريت. زي ما انت شايف كده الصوره طلعت معانا تمام، ما فيهاش اي مشاكل، يا دوبك داخل فيها شويه تلج من هنا ومن هنا. طيب بعد ما انا خلصت الصوره دي عايز انهانس الصوره ديت. بص يا سيدي، لو انت جيت بعد ما خلصنا الكلام ده كله، احنا ما خرجناش من التابه دي، دوسنا على اب سكيل اور فاريشن الاوبشن ده، وخدت الصوره دي نزلتها تحت هنا، وجيت هنا على فيري سيبتل اللي هي دي، تمام. فالفيري سيبتل دوت بيقول لك ان هو هتبقى هيغير لك الفاريشن بتاع الصوره دي، بس هيفضل دايما محافظ على الشكل الاساسي. ولما هدوس كلمه جنريت، بص شايف، بص عشان تبقى انت عارف اللي بيحصل. بص في هنا مشكله، في هنا مشكله، في الالوان تحس انها مش ماشيه مع بعض. انما لو انا دوست جنريت دلوقتي، بص حسن لك جوده. يفضل برضو علشان ما تغلطش غلطه زي اللي انا لسه عاملها دلوقتي دي، تقوم انت جاي كاتب ريد سودا كان. لو انا كتبت كده انا بس بوضح له ايه اللي في الموضوع، وندوس على جنريت. بس لو انت شفت زي ما شفت في الصوره اللي فاتت، الالوان كانت مظبوطه، تحس ان الالوان داخله في بعض، تحس ان الابيض جاي عامل ريفلكت. دلوقتي عشان احنا كتبنا ريد سودا كان، كل الغلطات اللي كانت موجوده في الجناب والحاجات اللي كانت معموله ديت ما عادتش موجوده، يا دوبك هو موجود بس بيرندر الصوره اللي موجوده. فزي ما انت شايف كده، بص هتلاقي ان كل حاجه بقت داخله مع بعض، بقى في مثلا خط اسود في النص، بقى عمل لك ميكس للازازه مظبوط. طبعا انت تقدر انت تدخل الكلام ده في فوتوشوب وتظبط بقى، لو مثلا خط ده مش عاجبك ترجعه بالاصليه، لان هي بالظبط هو مكان الكان ديت. طب تعالى نشوف حاجه تانية ونشوف اوبشن تاني. تعالى ندخل في الانبنت هنا ونجرب المره دي نشوف لنا صوره لمنتج مثلا تعالى ناخد حاجه زي كده. الصوره ديت من شاتر ستوك اهي. دلوقتي لو انا قلت جنريت ماسك، الماسك هنا بقى فيه سموك وفيه مش عارف ايه. بص دلوقتي قام جاي مختار لك كل حاجه ليها العلاقه بالحاجات دي كلها. لو انا جيت هنا على نفس الكلام دي شلنا مش هنعمل اي حاجه، هنخلي سنو باك جراوند زي ما هي ودوست جنريت. زي ما انت شايف كوبايه قهوه سخنه داخله مع الحته بتاعه الجراوند مع السنو مع بص هو ظابط الكلام ده كله مع بعضه. طبعا لو انت عايز تخليه يظبط الحوار اكتر، يعني هو بص هنا في الجزء دوت او الجزء ده زي ما احنا قلنا قبل كده، نقدر ندخل هنا ناخد الكلام دي نكتب مثلا هنا ريد كاب او ده ريد مج let's say cup of coffee مثلا. حلو. ايه كوفي بتتكتب ازاي؟ اي ماشي. ما اشربهاش بصراحه. طيب بعد ما احنا عملنا الحديد اخترنا سيبتول زي ما هي ودوسنا على جنريت. زي ما انت شايف ظبط لك كل حاجه وخلى لك كل حاجه متناسقه مع بعض، الدخان بالكوبايه بالمج بالهاند. فتخيل بقى انك انت حرفيا تقدر تعمل اي حاجه. مثال اخير عشان ما اطولش عليكم، هندخل هنا في انبنت وهنقوم جايين مختارين مثلا. تعالى انا منزل كنت منزل حاجه لهوجو، مش عارف بقى موجوده معايا دلوقتي ولا لا. هل موجوده؟
في نقطة كمان برضه انا كنت عايز اقولها لك قبل ما نعمل الحوار ده. لو انا دخلت هنا وجيت على الفوتوشوب وبأعفنها طريقة، جيت قمت انا جاي عامل صورة زي ديت. تعالى بص نفتح الصورة هنا كده. بص دخلت في الفوتوشوب هنا كده وقمت جاي ايه عامل شوية عبط. بص نقط، على اساس ان انا عايز اقول له ايه، ان ديت كده اللي انا عملته ده. ماشي، هنكتب ريد soda can with uh, water drops on it، او water drops بس مش عايزين نعقد الموضوع. وهندوس على كلمة generate. شفت الفوتوشوبايه المعفنه اللي احنا عملناها ديت؟ بص دلوقتي بقى لو احنا دخلناها هنا وعملنا انهانس، هتصبر شويه، في احلى من كده. والله يا ابني والله الحاجات دي كلها يعني عايز اقول لك، مش عارف اقول لك ايه بصراحه. فرجتك على الفيديو دوت ومعرفتك بمعلومات زي ديت والحاجات اللي انت بتعرفها دي والله العظيم كنز. يعني انا مش عايز مش قصدي ابالغ ولا اي حاجه، بس والله معلومات زي الحاجات دي كلها كانت بيطلع عنا عشان نعملها كديزاينرز في الفوتوشوب ولا في الحاجات دي كلها. دلوقتي انت بكليكه صغيره هتعمل حاجه ومحافظ على نفس الستايل بتاع الصوره. هي نفس الصوره اللي بعتها له هنا، ادهاني هنا بالعكس، ده ادهاني بالدروبس اللي موجوده. ولو انا مش عايز اللي موجودين دي، ممكن اقوم جاي قايل له اون ذا كان. انت فاهم الفكره؟ اقدر اعمل اللي انا يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه. نرجع تاني للمثال اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه. طيب بقى احنا بعد ما اتكلمنا على المثال دوت، هناخد فين يا ربي؟ هناخد بوس هوجو حاجه زي ديت، ونقوم جايين دايسين جنريت كرييت جنريت ماسك. فبالتالي هيدينا الماسك زي ما انت شايف كده. وهنخليها سنو باك جراوند برضو. ممكن المره دي بقى نغيرها شويه ونخليها جنجل. تعال نشوف جنجل تصحيحها ازاي. جنجل باك جراوند with water فوق. حلو كده. وهندوس كلمة generate. زي ما انت شايف انت ما بذلتش اي مجهود، اداك الصورة على باك جراوند، اداك الصورة على اي حاجة. وزي ما انت عارف بقى خلاص، انت عرفت التركاية. بس التركاية دي ما بتشتغلش كويس مع التكست، فانت هتضطر انك انت تدخل فوتوشوب وتعمل ماسك للتكست بس تعالى برضه اوريك ايه اللي هيحصل لو انا دوست جنريت دلوقتي. فاهم الفكره؟ هو خلى الازازه سموث جدا وخلى كل حاجه تحس انها راكبه مع بعض، بس هو قام جاي مبوظ التكست. بس عشان هي المكان الازازه هو مكان تقدر بالظبط تقوم انت جاي حاطط ده فوتوشوب وعامل ماسك لكلمه هوجو بوس وترجع الكلمه تاني زي ما كانت. فحاجه سهله جدا. انت عارف هو كده سهل عليك يعني 3/4 الشغل. وطبعا طبعا طبعا تقدر، تعالى لو احنا جينا هنا عند بخلاف دول، في حاجه كمان عندك اسمها اوبشن للاب سكيل. يعني تقدر تقوم جاي دايس اب سكيل مثلا. تعال نخلينا في الاكس 2. الفاست ده هو بيعمل اب سكيل ريزوليوشن بس، انما في الاب سكيل اكس 2 ده بيعمل اب سكيل للستيبل زي ما كنا بنستخدم في الناحيه الثانيه في فورج الاس دي سكيل. بص تعال ندوس جنريت كده. انت فهمت الفكره؟ هو كده بيزود ستيبس. فهتلاقي ان الصوره زي ما قلنا تاني، التكست والحاجات دي كلها لازم تظبطها. فوتوشوب هو ما بيظبطش تكست، يا اما تقوم ترضى بس بالجزء اللي هو الان بنت هنا عمله. ماشي طبعا ده حاجه تحفه. انت ممكن تدخل هنا في ادفانس مثلا. تعالى ندخل في الستايل. تعالى نكتب هنا نضيف حاجه اسمها ادفرتايز. فين هنا؟ ادز فور ادفرتايز. وتعالى ندخل فوتوغرافي، فوكس فوتوغرافي، وندوس جنريت. فدي حاجه بقى اكسبيرمنتال، ممكن انت تجرب فيها تشوف الحاجه دي اتعملت ازاي. ولكن زي ما انت شايف في ثانيه الا ثانيه قدرنا نعمل حاجه كويسه. تعال نجرب حاجه برضو اخيره تاني. تعال نجرب برودكت مصري مثلا. تعال نجرب. تعال ناخد صوره زي بتاعه في كولا ديت. حلو. تعال نكرييت نجنريت ماسك من الصوره ديت. والحلو اللي هنا انه بص بيجنريت الماسك كمان بالنقط اللي موجوده بتاعت. انت فاهم القوه بتاعته؟ مثلا حسيت ان هنا دوت هو هيهبل شويه، ممكن تقوم جاي انت ايه عامل زي ما انت شايف كده. فدي حاجه يعني. بص احنا بعد ما خلصنا كده هنسيب كل حاجه زي ما هي ونقوم جايين دايسين على كلمه جنريت. بس ممكن نشيل دي كده ونكتب سودا كان دو جنريت.
ده انت كده كديزاينر تلات ارباع شغلك خلص، وما ناقصلكش بس غير انك انت يا دوبك تكتب تكست يمين ولا شمال. تعال ندوس جنريت مره كمان عشان عجبني الموضوع. زي ما انت شايف عمل لك دمج، والميه حتى من تحت والحاجه، بص تحس ان هي يعني الكان عايز الجزء اللي فوق ده ما يبقاش موجود زي ما قلت لك تاني. ساعتها هتقوم انت جاي محتاج انك تظبط ايه الجزء بتاع جوه الادفانس هنا، وتخلي ديت مثلا ماينس، او نخلي دي زيرو بقى بما انها ايه مش عايزينها تغير اي حاجه. فهمت قصدي؟ طالما احنا كتبنا زيرو مش هيغير اي حاجه في اصل الكنزايه نفسها. ده بالعكس، ده هو دلوقتي بص قام جاي مدخلنا الصوره ديت. يعني لو انت ديزاينر بجد عشان تطلع الحاجه ده، في ناس بتحط الصور دي كده في بيهانس عندها على اساس يعني ان دي كده حاجه كويسه تحطها في بيهانس عندها، ان انا بص ده انا سوشيال ميديا ماركتير. انت فاهم؟ فاهم الاداه دي ممكن تستخدمها في حاجات عامله ازاي؟ حرفيا تقدر تستخدمها في ادوات كتيره جدا جدا جدا، يعني ملهاش حدود. زي ما قلت لك كل اللي انت عليك بعد كده تقوم جاي داخل هنا في اب سكيل، هوب رميها هنا ودايس على سوتبل، هيطلع لنا طبعا براند تاني غير فيه. بس زي ما انا قلت لك تقدر التكست والحاجات اللي موجوده كلها انك انت تعمل ايه، تقوم جاي واخدها فوتوشوب. هو مش هيغير لك الاساسات بتاعتها، مش هيغيرها لك جامد، لكن هو هيقوم جاي عامل ايه، محسن لك الجو العام بتاع الصوره. يعني مثلا لو في نقطه ميه هنا شكلها غريب، في نقطه ميه هنا شكلها مش مظبوط، في الشادو تحت ما كانش مظبوط قوي، يقوم جاي هو مظبط لك الكلام ده كله. ومثلا انت لو كانت كلمه سوبر سودا، بص هتلاقيه مطلع لك تلات ارباع الكلام كويس ما فيهوش مشاكل، ولكن هتلاقي مثلا ايه، لو كلمه سوبر سودا، ده بالعكس ده كلمه سوبر سودا وكولا والحاجات دي كلها ده هو ظابطها المره دي احسن بكتير من الازازه اللي كانت فاضيه. نقط الميه اتظبطت، الشادو مظبوط، الحاجه كلها مظبوطه. حاجه يعني اداه تحفه جدا جدا في ايد اي ديزاينر. بكده احنا خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، دي حاجه مهمه جدا. الحاجات اللي انت بتاخدها من الحلقه دي حاجات مهمه وحاجات كويسه تقدر تساعدك كجرافيك ديزاينر. ده يعني احنا دلوقتي زي ما قلنا ناقصنا 100 وكام كام المره دي كام، احنا 80، ناقصنا 120 سبسكرايب. فاتمنى بجد ان احنا نقدر نوصل للرقم دوت، عشان يبقى انا كده عملت خطوه صغيره للحاجه للحلم اللي انا نفسي احققه، في ان انا اقدر اوصل الحاجات بتاعه الجرافيك ديزاين والحاجات بتاعه الرسم، وان شاء الله قدام البرمجه والجيم ديزاين والانيميشن والفي اف اكس والحاجات دي كلها، للناس انها تقدر تستخدم الحاجات دي بكل سهوله من غير اي تعقيدات. اتمنى انكم دايما تكونوا بخير ودمتم سالمين.